عايز تذاكر زي الاوائل، وصراحة الطريقة اللي هقولها دلوقتي مش اجتهاد شخصي، صاحبتي قالتها لي، وبين قوسين صاحبتي هي مرتبة على الدفعة، يا رب يا رب اشوفها دايما من انجح الناس، ودايما دايما تفضل مرتبة على الدفعة، ربنا يجعلنا كلنا من الاوائل يا رب يا رب. الغلطات اللي انا كنت بعملها قبل كده ان انا كنت احيانا بنام في المحاضرة مش مركزة، معتمدة على الريكورد اللي انا هروح اسمعه، بسمع الريكورد بيبقى ساعة ونص مثلا، ساعتين الا ربع ساعة، اخده في 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، وبعد ما اخلص الريكورد في 3 4 5 ساعات ارجع اجيب المحاضره من تاني واحفظ من تاني واذاكر من تاني واجيب من الاول. يعني ليه ده كله؟ اختصر الموضوع، طول ما انت قاعد في المحاضره وطول ما انت جيت، مش عشان عبد للغياب، لا، طول ما انت جيت وحضرت خلاص ركز وافهم. ده هيوفر عليك في البيت ان انت خلاص لو فهمتها ما تسمعش الريكورد، او ترجع له في البوينتس اللي انت بس مش فاكرها او ما فهمتهاش كويس لان انت مثلا نمت سرحت شويه او بتاع. دي اول حاجه. تاني حاجة، طول ما انت فاتح ريكورد ما تسيبش الريكورد وانت بس بتكتب في النوتس وبتاع وبتكر المحاضرة بعد كده تجيبها من الاول تذاكرها. طب ليه؟ انت تذاكر وانت مع الريكورد، دكتور شرح سلايد او شرح معلومة او شرح جزئية، وقف الريكورد وذاكرها، لسه مشروحه لك، لسه سامعها دلوقتي للمره التانية، فذاكرها. شوف اللي عايز تحفظ احفظه، اللي مش عارفه ايه ذاكرها، وبعد كده ارجع كمل اسمع الريكورد، مثلا شرح سلايد نقطه بوينت بتاع، ارجع ذاكرها وانت شغال، بتفصل الريكورد وبتذاكر، بتفصل الريكورد وتذاكر. فانت كده بتذاكر المحاضره مع الريكورد. في نهايه الريكورد انت خلصت الريكورد وخلصت المحاضره معاها مذاكره وحفظ. بعد ما بتخلص ده كله بترجع مثلا تبص عليها اللي هو ايه، مثلا تقراها اللي هو ايه، ماشي جمعت كل الحاجه بقت مترصصه كده مع بعضيها، بدل ما كانت حته 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 حته. رجعت مثلا في نص ساعه اخدت بقى ايه، ريفيو عن المحاضره كامله. انا حرفيا جربت الطريقه وفعلا نفعت معايا، مش اللي هو مقسمها اللي هو ريكورد وبقى الريكورد دي خلص في 3 4 ساعات بقى كده ارجع للمحاضره. بتذاكر الريكورد مع المحاضره الاتنين مع بعض، بيوفر وقت وبيوفر تعب في المذاكره. في النهايه هتلاقي نفسك خلصت الريكورد وخلصت المحاضره وفاهمها ومذاكرها وكويس خالص. فاختصارا كده، ما تنامش في المحاضرات طول ما انت حاضر المحاضره وركز فيها، لكن انت تروح مثلا ما تحتاجش انك تسمع الريكورد كامل. ذاكر وانت فاتح الريكورد، خلصت الريكورد الاول بعد كده تروح تمسك المحاضره وتذاكرها من الاول، لا، ذاكر مع الريكورد او ذاكر مع الفيديو الشرح اللي انت بتسمعه، كل ما يتشرح جزئيه تابع معاها من المحاضره وذاكرها. ارجع في النهايه بعد ما تخلص بص بصه سريعه على المحاضره كامله، وكده انت خلصت.